المسرحيات دايما يعني مسرحيات مجانية وفيها هدف، ومن روايات عالمية أحيانا، وفي شغل جامد جدا. يعني أصول الثقافة في اسكندرية شغالة كما ينبغي. ملناش دعوة بالمسرح التجاري. المسرح التجاري بيبقى فيه مشكلة إن هو مسرح تجاري عايز تمام، لكن هو مش بيقدم جديد للناس يعني. لكن أصول الثقافة بصراحة يعني أنا راضي عنها تماما. يعني العروض اللي بتقدم عليها عروض كلاسيكية ولا عروض حديثة؟ ما بين كلاسيكية وما بين اجتماعية شعبية وكده، وهي بتقدم رسالة للناس. الشباب السكندري مهتم بالثقافة بشكل عام طول الوقت. هل بتشوف حضرتك انه يعني محتاجين لدعم اكتر، محتاجين لتركيز اكتر، محتاجين لورش تدريبية، محتاجين انه يبقى فيه برضو فنانين ومبدعين من القاهرة على تواجد مستمر زي ما كان بيحصل قبل كده؟ هل انت شايف التواصل ده موجود دلوقتي ولا في اختلاف؟ فعلا احنا بنعمل كده، بنستقطب ادباء من القاهرة ومن الاقاليم، وبنعمل في مختبر السرديات ده استاذ منير عتيبة. استاذ منير عتيبة من الادباء اللي هم لهم بصمة الاسكندرية. لقاء اسبوعي وبيستقطب ناس، وبعدين مش بيتوقف على كده بس، ده بيستقطب من خارج مصر كمان.